ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى هند حمد. فيديو النهارده هو ريفيو عن علب ماي بيكري المشكل من شركه مايوي. علب ماي بيكري مشكل من شركه مايوي بينزل منها حجم الكيلو وحجم الاتنين كيلو وحجم التلاتة كيلو. حجم الكيلو بيكون فيها بسكوت فانيليا، وبيكون فيها بيتي فور شوكولاته وفانيليا، وبيكون فيها كحك ساده. حجم الاتنين كيلو بيكون فيها كحك سادة وكحك محشي عجوة وكحك محشي ملبن، وبيكون فيها بسكوت سادة، بسكوت برتقال وبسكوت شوكولاتة، وبيكون فيها بيتي فور سادة وشوكولاتة. وحجم الاتنين كيلو بيكون فيها نفس المكونات اللي في العلبة الاتنين كيلو، بيكون فيها كحك سادة وكحك محشي عجوة وكحك محشي ملبن، وبيكون فيها بسكوت سادة، بسكوت برتقال وبسكوت شوكولاتة، وبيكون فيها بيتي فور سادة وبيتي فور شوكولاتة. تمام، بس الفرق ما بينهم ان العدد بيكون اكبر. يعني ده حجمه 3 كيلو، وده حجم 2 كيلو. يعني نفس المكونات العلبه ال 2 كيلو، نفس المكونات العلبه ال 3 كيلو، ولكن مع اختلاف الكميه. الكميه ال 3 كيلو بتكون اكبر من الكميه ال 2 كيلو. يا رب اكون فدتكم في الفيديو. عاوز اقول لكم ان انا عملت برضه فيديو السنه اللي فاتت، ريفيو برضه ومقارنه بين علب ماي بيكري مشكل. تابعوا الفيديو على القناه. عاوز اقول لكم العلب دي منها اوردرات، ومنها طالع لوجه الله تعالى، ومنها هيتسلم للاهل والاصدقاء. لو عجبكم الفيديو لا اشترك في القناه، ويا ريت تدعموا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.